السلام عليكم. بسم الله. القطاع الصحي مولع نار. كلامنا كلام الكبار، زي ما وعدتكم القطاع الصحي طار فوق. انت كنت خايف وطمنتك، والحمد لله النهارده ده اتحقق. حوالي 5 اسهم في القطاع الصحي عاملين 20% فوق، وبقيه الاسهم ما بين 10 ل 5%. نبدا بقى نلخص جلسه النهارده سريعا، نقول الارقام ونقول ايه اللي ورا الارقام، وان شاء الله هقول لك السوق ممكن بكره وبعده يعمل ايه، وهقول لك ابرز الاسهم ممكن بكره تشتغل برضه باذن الله. قبل ما ابدا عايز اقول لك دي مش توصيه للبيع ولا للشراء. 54850 المؤشر الثلاثيني تراجع طفيف حوالي 300 نقطه نتيجه البيع المكثف من المؤسسات والافراد كلها، والشراء الافراد المصريين لوحدهم. بينما السبعيني حوالي 21350 يحلق منفردا بدون اي مشاكل. الناس كلها قالت لك السبعيني هينزل، وانا قلت لك اطمن، السبعيني ان شاء الله لسه مكمل. الرعايه الصحيه تستحوذ على معظم السيوله، وده سر السوق. السيوله معظم السوق، سر السوق. قلت لك قطاع العقاري في رقم 2، خدمات ماليه غير مصرفيه رقم 3، والبناء والتعمير ومواد البناء والتعمير رقم 4، والاطعمه والمشروبات رقم 5. طب ايه ابرز الاسهم ممكن تشتغل بكره ان شاء الله؟ قبل ما اقول لك ابرز الاسهم هقول لك دي مش توصيه للبيع والشراء، ده رقم 1. رقم 2، عايز تشتغل معانا ابعت لي تحت في التعليقات عشان تتواصل معانا وتدير محفظتك بشكل احترافي ان شاء الله. رقم 3، في حلقه تانية هنزلها احكي لك ايه اللي حصل والسوق ازاي هيمشي. ابرز الاسهم بكره ان شاء الله زهراء المعادي وماكرو جروب ورميده. لو وصلت لحد هنا اعمل حاجتين، عيد وكرر، ابعت لنا تحت في التعليقات عشان تشتغل تنقل حسابك عشان التوصيات. صلى على الحبيب، قلبك رطيب، وصدقني هو ده المكسب الاكيد. السلام عليكم.